السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، ازيكم يا احلى متابعين، وحشتني جدا جدا. يا رب اشوفكم في احسن صحة واحسن حال. النهارده كده بقى من شقتي اللي في اسكندرية، في مطبخي اهو بتاع اسكندرية. هعمل اكلة كده بسيطة كده وسهلة وسريعة، ما تاخدش مني وقت، على طول كده ايه على السريع. اكلة المستعجلين. فهنا بقى انا عندي كيس مكرونة، من المكرونة اللي هي الصينية الصغيرة دي كده، وعندي هنا نقعة وركين فراخ نقعهم بيتهم من امبارح، نقعينهم زي ما تعودنا مع بعض. حطيت دبس رمان وبهارات مشكلة وتوم باودر وبصل باودر، وحطيت كمان توم فريش ومعلقتين صلصة ومعلقتين زيت وزعتر. وعندي بقى هنا كده بالنسبة للمكرونة، انا هحمر المكرونة، هحمرها تحميرة كده كويسة. وعندي بقى هنا بالنسبة للمكرونة هعمل لها كده تسبيكه كده هنا البصل مبشور اهو ناعم، وهنا طماطم مقطعاها مربعات صغيره، وهنا فصين توم، وهنا قرن فلفل حامي، ولو عندك فلفل رومي وفلفل الوان. وعندي هنا معجون طماطم هحط لها معلقتين. حابه قبل ما ابدا اقول لحبايبي، لو بتشوفيني لاول مره اشتركي معايا في قناتي وفعلي زر الجرس ودوسي على الكل عشان توصلك اشعارات بكل وصفاتي. ولو عجبتك وصفاتي بتجربيها وتقولي في التعليقات. حبايبي المشتركين معايا ربنا يديمكم نعمه عليا، تابعوا الفيديو للاخر، ما تبخلوش عليا باللايك. انا بقى حطيت في الحله دي سمنه على زيت، وهنزل بقى بكميه المكرونه زي ما انت عايزه، كيس نص كيس حسب احتياجك يعني. وطبعا المكرونه ايدي فيها بالمعلقه ما تشتغلش عشان تطلع كلها لون واحد، ما تبقاش حته فاتحه وحته غامقه. لازم تبقى المعلقه كده وتحركي وتقلبي على طول لحد المكرونه ما تبقى كلها لون واحد كده. المكرونه بقى خدت اللون الذهبي الجميل ده، هركنها بقى هنا كده. وهنا هجيب الطاسه كده، حطيت فيها سمنه على زيت، هنزل بقى هنا بالبصله، هديها بقى تشويحه خفيفه كده، هخلي بس لونها يغير، مش هنحمرها. هنا بقى البصله خدت لون اصفر، انزل بقى بفصين الثوم، بعدين هنا عندي بقى الطماطم اللي انا مقطعاها، معلقتين ميه عشان الطماطم تستوي. هنا بقى نزلت معلقه صلصه كبيره من معجون الطماطم، وهنا بقى الفلفل الحامي نزلت بيه، وفلفل اخضر، فلفل الوان، على قد ما تقدري، كل اللي عندك حطيه.
بقى الفراخ حطيتها في البايركس ده، وهي كانت منقوعه ليله كامله. هحط لها رشه زعتر وانا كنت حاطه في التتبيله مكعب ماجي كده عشان بيبقى فيه توابل حلوه. هرش كده رشه زعتر على الفراخ وهي داخله الفرن، وسخنت الفرن وهدخل بقى الفراخ تشوي وارجع لكم. هنا بقى عندي مكعب مرق هنا هضيفه كده، وطبعا هضبط الملح لان بيبقى المكعب المرق بيبقى فيه ملح. حطيت المكرونه وهنزل بقى بالخلطه. وعندي بقى هنا ميه مغليه في الكاتل، هنزل كده اغطيها وتغلي بقى واغطي عليها لحد ما تستوي. ده بقى طبق المكرونه والفراخ بتاعتنا المشويه، وطبعا الريحه والطعم في منتهى الروعه وجمال. اتمنى ان انتم تجربوه. حلوه جدا وسريعه وسهله. وكده الفيديو بتاعنا النهارده انتهى، واتمنى لكم مشاهده ممتعه، ولا لقاء في وصفه جديده فيديو جديد. وتحياتي من مطبخي في اسكندريه، وتحياتي من قناتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.